هحجز تذكرة وهرجع مصر. متنكد وكاره حياتي، واكيد العيب مني انا. ممكن تروح مكان ويبقى مفيش حد متقبلك. انا بتعلم من بنتي، لا حاول ما تتكبرش على انك تتعلم. اسمي ايه المشكله يعني؟ تعامل معايا معامله مش كويسه خالص. اهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست من بعيد لبعيد. اول ما قررت ان اسافر وجيت هنا على الامارات وقلت هشتغل وهبدا، بصراحه كنت فاكر الموضوع في الغربه هيكون بدايه مسليه كده، وان الواحد طالع بقى ومتحمس وغربه ويلا ونبدا بقى وستارت وكده. اتصدمت. زي ناس كتير جدا جت هنا في الغربه واتصدمت في البدايه. طبعا اتصدمت، تغيير كتير جدا، تغيير في الثقافه، تغيير في المكان، تغيير في الناس، الوشوش. وبعدين الواحد كان متعود شويه في البلد على نمط معين. اما جيت هنا في البدايه وبدات اشتغل، سبحان الله ربنا كرمني. وبدات الشغل في المكان اللي انا فيه. اول ما بدات خالص لقيت طبعا نفسي لسه كاني ببدا من جديد، مفيش اي حاجه. كان معايا واحد صاحبي الله يمسيه بالخير، وحاليا بقى صاحبي يعني، وبقى من اعز الاشخاص على قلبي. اول ما شافني كده تعامل معايا معامله مش كويسه خالص، مش عارف ليه يعني. اجمد كده ولا مش لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده، ها اجمد، لسه اللي جاي جامد. الواحد دي كده حسيت انه مش طايقني من باب الطاق. طيب، في اللحظه دي حسيت ان هو قاعد معايا في السكن وهو مش طايقني خالص ومش حاببني كده سبحان الله، في ناس تحس ان ايه تحبها من اول لقطه، وناس تكرهها من اول لقطه. انا اتكرهت من اول لقطه، مش عارف ليه برضو. بعد كده قلت يلا مفيش مشكله، والله انا هطول بالي كده وهكمل وان شاء الله هستمر. رحت الشغل. اول يوم ليا في الشغل بقى رايح متشيك ولابس كده زي الفل، وقلت خلاص بقى انا هبدا محاسب الدرجه الاولى، هبقى راجل مية مية. واللي طبعا ما تعرفوش عني ان انا محاسب خريج كليه تجاره وقسم محاسبه. كانش عندي خبرات خالص في مصر، ما اشتغلش خالص في الحسابات، وجيت هنا قلت ايه هبدا من جديد زي اي شاب بيجي جاي كده السفر جديد وبيبدا. المهم انا رايح بقى الشغل اول يوم الصبح بقى، وحاسس كده بقى، عارف اللي هو انا خلاص وصلت وهروح بقى وهبدا اشتغل والدنيا زي الفل ومش عارف ايه. انا جيت. حسيت في البدايه بعدم ترحيب كده من الزملاء في الشغل، مش عارف ليه برضه. مش عارف ايه السبب. فاللحظه انا قلت اكيد العيب مني انا، ما هو مش هيبقى في السكن وهيبقى في الشغل والناس هنا فيها حاجه غلط والناس هنا فيها حاجه غلط، اكيد العيب فيا انا. والله يا جماعه زي ما احلف لكم بالله كده، انا اول قرار خدته قلت انا هشتغل. كنت ساعتها تقريبا الكلام ده كان في 2017 في شهر 9. ايوه، اول قرار خدته قلت انا هشتغل 20 يوم دول، وبالفلوس اللي انا خدتها بتاعت الشغل بتاعتي هحجز تذكرة وهرجع مصر. انا خلاص ماليش اكل عيش هنا تاني، او بمعنى صح انا مش هعرف اعيش في الغربة، مش هعرف اتعايش معاها ومش هعرف اتكيف معاها. ولكن سبحان الله كانت دايما دعوة امي لي الله يحفظها لي يا رب، كانت دايما تقول لي يا رب ربنا يجرب منك ولاد الحلال، ربنا يبعد عنك ولاد الحرام. وكانت دي اكتر دعوه امي بتدعي لنا دايما، والله الله يحفظها لي يا رب جميع امهاتنا. وكانت لحظه تقريبا هي لحظه استجابه دعاء لامي، ابعت لها الف رساله وتحيه من هنا. يا حنينة وكل بتشي. كانت بقت لي بتقول لي ربنا يبعد عنك ولاد الحرام، ربنا يجرب منك ولاد الحلال. في اللحظه دي تقريبا كانت دعوات امي استجابت فعلا. حسيت واحد بقى صاحبي كده طلع، الله يمسيه بالخير، اسمه ايمن. هو اكيد لو اتفرج على البودكاست ده عرفني. سوري مش عرفنا، احنا هيفتكر الايام دي، لان هو دلوقتي بقى يعني صديق مقرب جدا جدا ليا، من اقرب الاصحاب واعز الاصحاب على قلبنا. لقيته هو ده، عارف انت اللي هي، والله فعلا انت الموضوع ده معدي عليه 9 سنين حاليا او 10 سنين. فانا دلوقتي بتكلم عادي لان الموضوع عدى عليه سنين، بس انا لما بتكلم دلوقتي وبحكي بستحضر لحظتها اللي حصل معايا فعلا. عارف انت لما تكون تحس ان كل الدنيا جايه عليك، يا دنيا وراكش غيري ولا ايه؟ ومش لاقي اي حد يتعامل معاك كويس، وحاسس ان انت مش مرتاح، ويطلع لك واحد بس كده في النور بيبقى هو ده عامل زي طاقة النور كده، ربنا بيبعته لك. هو صاحب ايمن ده الله يمسيه بالخير، يتعامل معايا كويس جدا، طيبة السودانيين بقى اللي معروفة، ويلا نتعشى مع بعض ويلا نفطر مع بعضينا وتعالى نطلع وتعالى اوديك وتعالى نتفسح بدأ هو شوية هون عليا، شوية 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 مع الوقت بدأت أجرب من أصحابي،
بدات اتعرف عليهم، بدات انا اعرف هما بيحبوا ايه واعمله. ودي مش عايز اقول ان انا نصايح بقى للشباب واعمل نفسي ان انا الناصح الامين، لا انا بتكلم من واقع حاجه كده انا عشتها ممكن تفيد الناس بكره بعده. انت لما تكون في مكان جديد ده طبيعي ان ممكن تكون الناس ما تتقبلكش في البدايه حتى لو انت شخص كويس وانت عارف انك كويس. الامر شويه طبيعي، مش كل الناس زيك، في ناس ممكن بتتقبل الناس من اول مره وفي ناس ما بتتقبلش الناس من اول مره، بتاخد فتره على ما بتتعود على الناس وتاخد عليها وتشوفها وتدرسها. وعلى فكره انا مش بلوم خالص الناس اللي عملت معايا كده، هم دلوقتي بقوا صحابي وعشرة سنين. انا بقول لك يعني انت نصيحه ليك، انت مش لازم لما تروح اي مكان تكون كل الناس متقبلاك، لا عادي ممكن تروح مكان ويبقى مفيش حد متقبلك، ده لازم انت تتعود عليها عادي جدا. المهم شويه شويه بدات اجرب من كل صحابي مين فيهم بيحب ايه، اشاركه الحاجه دي. واحد فيهم مثلا بيحب جدا شغله، بيحب يتكلم كتير جدا عن شغله، فبقيت اتعامل معاه في الشغل واساله واستعلم منه واستفسر منه. واحد تاني مثلا بيحب شويه يقعد نسمع برامج او بنسمع حاجات نتكلم فيها. واحد بيحب الكوره، واحد بيحب يتكلم مثلا في الحاجات اللي تخص اللبس والخروج مش عارف واحدث الموضات وحاجات زي كده. بقيت اتعامل معاهم كده شويه شويه شويه، بدات شويه احس ان انا ارتحت وبداوا يتعودوا عليا، بدات الناس تثق فيا، بدات الناس تديني شغل، بدات الناس تعرفني تجرب مني، اطلع معاهم فسح، اطلع معاهم خروجات، طب تعالى نروح كذا، طب تعالى نروح كذا. لحد ما القرار اللي انا خدته خالص في الاول انا حكيته لكم تراجعت عنه، قرار ان انا خلاص هرجع، لا القرار ده خلاص بقيت لا انا هقعد، انا حبيت خلاص المكان، انا كده ايه فله مية مية. انت طول عمرك بتفكر غلط. انا مش عجباني دماغك دي، انت بتحلك فين؟ وسبحان الله قعدت في المكان ده لحد وانا بكلمكم دلوقتي 9 سنين، وقرر ان انا ارجع ومش هكمل. القرار ده انا مره كنت بسمع لقاء للدكتور احمد زويل الله يرحمه يا رب، فسمعته مره بيقول وهو في اللقاء بيقول له طب انت في مره من المرات قررت انك ترجع وما تكملش؟ فقال لهم انا في مرتين قررت فيهم ان انا هرجع مصر وخلاص ومش هكمل، مش هكمل اللي انا فيه. قال المره الاولى اول ما وصلت امريكا على طول حسيت ان مفيش استقبال وان انا مش واخد وضعي، فحسيت ان انا خلاص قلت لا انا هرجع. سبحان الله نفس اللي حصل معايا. الدكتور احمد زويل الله يرحمه بيقول لي المره الثانيه اللي انا قررت فيها ان انا ارجع قال لما اتنقلت الجامعه اسمها كالتك، فبيقول لما وصلت هناك لقيت في 5 من العلماء في الجامعه دي حاصلين على جائزه نوبل وصاروا متعلقه. فقلت لنفسي يا ابو حميد هتيجي انت فين وسط العتاوله دول 5 واخدين نوبل. سبحان الله ما كانش عارف ان هو السادس اللي هياخد نوبل، وانه ياخد في الكيمياء وفي الفيمتو ثانيه ويشرف مصر ويشرف العرب كلهم. فاستحضرني جدا الموقف بتاع الدكتور احمد زويل ده، يمكن طبعا مع الفرق الشاسع ما بين الدكتور احمد زويل الله يرحمه وما بين العبد الفقير الى الله، بس نفس الفكره ان انا خدت قرار ان انا هرجع وكملت. شويه شويه لما كملت وبدات اتعرف على اصحابي، وده برضه نصيحه لاي حد بيشتغل في مكان جديد، حاول ما تتكبرش على انك تتعلم، لا اتعلم من كل حد. على فكره حتى لو حد يقول لك معلومه انت عارفها اسمعها منه، ممكن طريقته هو لما بيقول المعلومه دي تكون حلوه، ممكن تعلق معاك، ممكن تكون الساعه دي ربنا فاتح فيها قلبك وعينك وودنك انك تسمع كلامه وتاخد بنصيحته. فعلا استمريت وبدات وكملت والحمد لله رب العالمين، ثبت نفسي واصحابي بقى يحبوني في السكن وفي كل حته وبدات الحمد لله رب العالمين ابقى مستقر جدا في شغلي وابقى مرتاح جدا في شغلي. وحصلت معانا مواقف كتيره وتعلمنا فيها، واصحابي دول بقوا اغلى واعلى واعز اصحاب عندي. فنصيحه لكل الشباب لما تكون رايح مكان جديد او بتشتغل في حته جديده اصبر، طول بالك. العباده الوحيده اللي احنا بنعملها غصب عننا وبنؤجر عليها هي عباده الصبر، ان الله مع الصابرين. الصبر حاجه صعبه جدا بتكون في بدايتها مر، بس والله لو الكلام ده انتوا فاكرين تنميه بشريه، وانا كنت اكتر واحد فيكم لما حد يجي يقول لي حاجه اقول له يا عم تنميه بشريه، اكتشفت الكلام ده والله فعلا يا شباب حلو جدا. اقل كلمه بتفرق معاك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لنا الكلمه الطيبه صدقه، والله حرفيا احنا واحد يقول لك يا عم لا فعلا الكلمه بتفرق معاك، لما واحد يقول لك الله تسلم الله شكلك جميل، تسلم ايدك على الحل اللي انت عملتها، على فكره والله العظيم تسريحتك حلوه، العطر بتاعك جميل. هو انت ايه يا اخي؟ هو انت ازاي جدع كده؟ مجرة جدعنة، كوكب جدعنة. الكلمه البسيطه اللي انت تسمع منه دي بتفرق جدا معاك، ممكن تخلي مودك حلو، ممكن تخلي مودك كويس، مودك وحش. افتكر واحد صاحبي مره بيقول لي انا قعدت يوم كامل لحد ما نمت بالليل والتاني يوم الصبح متنكد وكاره حياتي، ورغم اليوم ده كان عيد ميلاد ابنه، بسبب كلمه مدير قالها له، كلمه عابره كده، قال له انت مش واخد بالك من شغلك او مش مركز في شغلك حاجه زي كده.
ورغم انه شاطر جدا في شغله، بس بسبب كلمه بسيطه المدير قالها له قفله اليوم خالص. الكلمه الطيبه صدقه. فانت خلي دايما تكون لسانك حلو مع الناس، تتعامل كويس، تصبر في بدايه اي مكان انت رايحه جديد. الصبر اللي قلنا عليه، ان العباده اللي انت بتعملها غصب عنك وبتؤجر عليها هي الصبر. لازم انت تطول بالك شويه، تتعلم من اللي حواليك، ما تتكبرش على انك تتعلم. على فكره انت ممكن تتعلم من الاصغر منك انا بتعلم من بنتي اللي عندها 6 سنين و5 سنين حاجات انا ممكن والله ما اخد بالي منها خالص. ممكن اوجات تلفت نظري كده الحته انا مش مركز فيها ولا واخد بالي منها خالص. حد اقل منك في الشغل، حد اكبر منك، حد اصغر منك، حد اقدم منك، خد خبره من الناس اللي اقدم منك، اتعلم منها. ممكن يكون الشخص اللي بيكلمك ده بيكلمك بحب، انت ما تعرفش كل واحد فيهم او كل اي حد فيهم مين فيهم بيحبك اكتر. وكون انك تاخد خبره من حد اقدم منك في مجال معين او في مكان معين، ده على فكره بيوفر عليك سنين كتير جدا. ده يعني يعتبر بيعرفك حاجات انت هو خد فيها فتره كبيره جدا من عمره عشان خاطر يوصل لها او عشان خاطر يحققها، بيدالك كده على طبق من ذهب. بعد 9 سنين غربه وبعد ما الواحد ما شاف حياتي، يعني اكيد في ناس طبعا اقدم مني كتير وفي ناس اعرف مني كتير وفي ناس يعني عندها خبرات اكتر مني، بس الحاجه كنت عاوز اوصلها لاي حد بيتفرج على البودكاست ده وبتكلم والله معاه بجد وبتكلم معاه بحب وباخلاص في اي مجال انت بتشتغل فيه. اول حاجه خليك تتقي ربنا في شغلك. رقم 2 انت لازم وانت بتسعى تكون حاطط هدف قدامك، لازم ما تبقاش ماشي كده وخلاص. اللي مش حاطط هدف قدامه عامل زي اللي ماشي في اي طريق، اي طريق بيوصله. طب انت رايح فين؟ انا رايح وخلاص، في اي طريق بيوديه. تمام. الحاجه الثالثه انت محدد هدفك وانت توكلت على الله، اخلص في شغلك. الاخلاص في الشغل مهم جدا جدا. الصبر، يكون عندك صبر، تطول بالك شويه. اتذكر موقف او قصه حد حكى لي قبل كده من اصحابي، بيقول لي محمد انا كنت خلاص بجهز في الشنطه بتاعتي بعد ما دورت على شغل ما لقيتش ومجهز نفسي وخلاص، وتاني يوم الصبح علم الشنطه وطالع على المطار مسافر راجع. اتصلت عليه شركه كبيره جدا، جيت له انت كنت عامل انترفيو معانا ومقدم سيفيهات ومش عارف ايه. قال له قال له طب تعالى عشان تعمل انترفيو تاني وكده. لما دخل عمل انترفيو بعت لي بيقول لي محمد بارك لي انا قبلت ومش عارف ايه، وكان مبسوط جدا جدا طار من الفرحه. وطيارته كانت تاني يوم في نفس اليوم هو. بس الشخص ده ما جاتش معاه صدفه. في ناس كتير تقول لك بتيجي صدفه بتيجي حظ، مش هقول لك صدفه وحظ. انا بصراحه بؤمن جدا جدا بالقدر، فانا بسميها قدر، اللي هو فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. انت اسعى، فامشوا في مناكبها يعني السعي، يعني ربنا امرك تسعى، تاخد بالاسباب، تتوكل على الله في كل حاجه، وبعد كده تسيب النتيجه على الله. انت مش ضامن النتيجه عامله ازاي. فصاحب ده اللي في نفس اليوم اللي قرر انه يرجع في بلده هو نفس اليوم اللي الشركه دي كلمته فيها، نصيبه وقدره ورزقه اللي ربنا كاتبه له. بس هو سعى وتعب. ابدا من دلوقتي. والله يا جماعه النصيحه دي اقسم بالله انا من اكتر الاشخاص اللي في الدنيا كلها اللي بعاتب نفسي وبشوف تقصير جدا في جانب نفسي في التسويف. انا اكتر شخص في الدنيا كنت بسوف لما كنت بذاكر ايام الجامعه وايام الثانويه. لا انا محتاج بس ارتب كذا واحط كذا واجمع الاقلام على كذا وارتب المكتب كذا. لا ابدا. لما كنت اجي اعمل مثلا بودكاست زي اللي انا قاعد اعمله معاكم ده، لا انا لازم اجيب احدث كاميرات واحلى استوديو. لا يا عم ابدا بالمتاح عندك، اشتري اللي على جدك وابدا. اعرض نفسك للناس. اللي في الشغل بتاعي انا المفروض اخد كورسات كذا واعمل كذا وبتاع، لا ابدا. على فكره اقول لكم على نقطه انا مقتنع بها جدا جدا جدا، اي انسان في الدنيا هو عارف طريق نجاحه فين. واقول لك دليل على صحه كلامي. انت دلوقتي مهما كنت طالب او ربة منزل يعني، او كنت موظف في مكان، او كنت صاحب بزنس صغير، او كنت راجل، اي مجالك، لو جيت قلت لك طب انت قول لي ازاي تبقى شاطر في مجالك ده او في شغلانتك دي، هقول لك والله انا المفروض اعمل كذا واقوم كذا واسوي كذا واخد كورسات في كذا، او ان انا اذاكر كذا، او ان انا مثلا افتح بزنس في كذا، او ان انا اتعلم اداره في كذا، او ان انا اتعلم ماركتينج، او ان انا اتعلم اي حاجه. هو عارف وعايز ايه. حد مش كلنا محتاجين الكلام اللي بقوله. كل الكلام اللي بقوله احنا كلنا عارفينه وانا عارفه. وانت قلت لي محمد انت لو عايز تبقى ناجح في مجالك تعمل ايه، انا عارف كويس جدا اعمل ايه. مش موضوع بقى اصحى الصبح الساعه 7 واشرب مش عارف ايه واعمل اكسرسايز وبتاع. كل ده الكلام ده على فكره صح وحلو ومظبوط، مش بنقول غلط، بس انا بتكلم في الحاجه اللي تخص موضوعك انت نفسه. كلنا عارفين احنا عايزين نعمل ايه، بس الفكره مش ان احنا عارفين عايزين نعمل ايه. الفكره ان انت محتاج تبدا، محتاج تاخد خطوه لقدام، محتاج تعزم النية على الله وتوكل. قوم من دلوقتي. انت دلوقتي اللي قاعد معايا بتسمع البودكاست دلوقتي، انا متاكد ان في دماغك افكار كتير جدا. ورقه وقلم، اقعد كده. وبقول لك ايه، لو انت هتتريق على موضوع ايوه ورقه وقلم، لا اقفل البودكاست ما تكملهوش. ما تنفرزنيش. نعم. ما تنفرزنيش. ما تكملش كلامي خالص. لو هتاخد بنصيحتي فعلا
هات ورقه وقلم دلوقتي اكتب انت عايز تكون ايه. انا اتذكر مره من المرات انا عملت على النوتس عندي على التليفون، عملت حاجه كده زي نظام تقدر تقول كده تعرف على نفسي، اسمها من انا. عارف من انا دي؟ كتبت كل حاجه عن نفسي. مين انا عايز اتعرف على نفسي من جديد. يعني انا مين، اسمي ايه، اسمي ايه المشكله يعني. هتفضل باصص لي كتير ايه؟ حاجه عجيبه كده تصورها، بص لي اهو ما بخافش من حد. بياناتي ايه الحاجات اللي انا بحبها، ايه الحاجات اللي انا بكرهها، ايه الحاجات اللي لما بعملها بكون مبسوط، ايه الحاجات اللي لما بعملها بكون متقدر ومتنكد، ايه الحاجات اللي بتخليني سعيد جدا، ايه الحاجات اللي بتخليني على فكره يا جماعه الحاجات دي لو الناس شايفاها انها تافهه كنت ممكن اقول لك تافهه من حوالي 5-10 سنين لورا، اقول لك تافهه. لكن دلوقتي الناس محتاجه اقل حاجه تبسطها. الناس دلوقتي محتاجه تفرح، محتاجه تتبسط، محتاجه تغير مود، محتاجه تشوف حاجه جديده، محتاجه تقابل ناس جديده، محتاجه تطلع كده بره المود اللي فيه وتدخل مود جديد. محتاجين نتبسط، والله كلنا محتاجين نتبسط دلوقتي. اللي اقول لك السعاده في الفلوس مش في الفلوس مش نقطتنا، هنتكلم فيها بعدين يعني، اركن الكلام ده دلوقتي. انا بتكلم في نقطه ابدا في اللي بقول لك عليه. اكتب، يلا دي دعوه مني ليكم انتوا، اسمها من انا، او اعرفني، او اعرف نفسك، سماها زي ما تسميها يا سيدي. اكتب انت بتحب ايه، بتكره ايه. يا اخي لو انا ممكن تكون مثلا بتكلم بجد، بيبسطني كيس شيبسي كده بتاع اطفال صغير خالص كده بروح اشتريه، يا اخي بسطني. بتبسطني اغنيه حلوه اسمعها شغلها، بتبسطني شيخ حلو بحب اسمع له صوره معينه شغلها، بتبسطني ريحه برفيوم معين بحب احطه، يا اخي احطه، ايه المشكله. بيبسطني قميص او تيشيرت حلو جدا كده لما بلبسه بحس ان انا فخم كده، يا اخي خليك فخم، ايه المشكله. امسك في اقل حاجه في السعاده، اي حاجه بتبسطك والله حتى لو صغيره امسك فيها، ايه المشكله. طب اقل حاجه بقى بتكرهك في اللي انت فيه ده ارميها ورا ظهرك. طب انا والله فلان ده يا اخي ارمي، اضرب غوره في 60 داهيه، انت يعني مجبر عليك يعني. فلان ده اللي هو انت ما بتحبوش ولا عايز تتعامل معاه، ده لو ما تعاملتش معاه مجبر. طب يا محمد ده مديري في الشغل وانا اجباري، يا سيدي اتعامل معاه في نطاق الشغل بس وخلاص. طب زميلي في العمل وانا مضطر ان انا مش عارف، يا اخي ماشي خليه معاك في نطاق العمل كده، تعامل معاه في نطاق العمل، بعد ما خلصت نطاق العمل طلعه من دماغك ارميه.